يلا اقول لكم بقى على حاجه حلوه جميله قوي قوي قوي، تبقى حلوه في الصيف ده وجميله قوي 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 قوي. يلا بينا نعمل كريب حلو زي اللي بناكله بره في المطاعم، واحلى كمان واطرى. هقول لكم على مقاديره والمكونات بتاعته المظبوطه. يلا بينا على الطريقه والمقادير. لكل نص كوبايه دقيق هنحط بيضايه، يعني احنا حطينا كوبايه ونص دقيق، حطينا 3 بيضات، عليهم 3 معالق كبار سكر، وطبعا رشه فانيلا مع معلقتين زيت ومعلقتين سمنه دايبين، ورشة ملح كده خفيفة عشان تقوي تست العجينة. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وبعدين احط عليها الدقيق. الكوباية ونص دقيق هنقعد بقى نحط عليها اللبن حبة حبة، تقريبا هياخد معاكم كوباية وربع، لغاية ما يوصل معانا القوام سائل كده شوية بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. واول بقى ما يوصل القوام ده نحضر البان بتاعتنا، ندهنها كويس سمنة او زيت، ونقعد بقى نقلب فيها لغاية ما تدينا لون احمر كده من الظهر ومن الوش. وهي هتلاقوها عموما بعد ما بتستوي هتلاقوها هي بدأت تنطر من الطاسة، تروحوا قلبينها وتقعدوا تقلبوا فيها كده، هي متاخدش دقيقتين من على كل وش عموما. احضر بقى الويبنج كريم. نجيب 4 معالق كبار كريم شانتيه مع معلقتين سكر وكوباية مية متلجة، نضربهم كويس لغاية ما هيدينا المنظر ده. ممكن نضيف معاهم معلقة كريم تشيز بتدي طعم تحفة، ده اختياري طبعا. بعد كده بقى هنجيب الكريب، نروح فاردين في نصها الكريم شانتيه، نحط بقى فيها صوص فادج او صوص كراميل، الصوص اللي انتوا بتحبوه، بس احنا هنا بنحب الفادج اكتر فحطيت فادج. ورحت مقفلاها بالشكل ده، حطيت عليها توبينج برضو كريم شانتيه وصوص فادج تاني، وكان طعمها تحفة. طعمها حلو قوي وخفيفة جدا جدا في الحر اللي احنا فيه ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مشهية جدا، طعمها حلو قوي. متنسوش بقى تقولوا لي ايه رأيكم فيها لما تجربوها بطريقتي، ومتنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب. شايفين بقى لون الكريب ذهبي ازاي وحلو، احلى وصحي اكتر من اللي بناكله بره.